رانا 20 كيلومتر على تاغيت، باقي لنا 20 كيلومتر وكاين هذا المكان. يقول عبد الرحمن إنها لحظات جميلة، إنه مكان رائع خاصة أثناء غروب الشمس. سنحمل الأغراض. أستاذ عبد الرحمن فين؟ يا للدهشة، إنه مكان مميز، مزيج بين الصخور والرمال الصافية، إنها تحفة فنية ربانية. سلام، إنه درج طبيعي. يا للروعة. الكل يساهم في إعداد مائدة الطعام، دقائق تفصلنا عن أذان المغرب. يا سلام، إنه يفرشون. فرصة لرصد الأجواء والتأمل، صخور نقية وفيها تجاويف على شكل برك جافة. يا الله ما أبدعك. فوق هذه الصخرة الصماء تشرب الطيور ومختلف الحيوانات من الماء المتجمع بعد سقوط الأمطار. مختلف الحيوانات في مكان رائع في جو بديع من صحراء الجزائر، بالتحديد مدينة بشار بالقرب من مدينة تاغيت الساحرة بجمالها. بعد الآذان الكل يجتمع حول مائدة الإفطار. يا للمتعة، مختلف الأطباق التقليدية خاصة خبز الدار ساخن والحرير بالحشائش الطبيعية ما ألذها. وكالعادة يقدم لنا عبد الرحمن نصائح ومعلومات مفيدة. خصك تمضغ، يقول لك خصك تمضغ الماكله، تمضغها مليح وتاكل غير بسياس، وتخلي المعده تطحن. الاكل تطحنه غير بسياس عليها. ما تتقلقش في الاكل، كل غير بسياس. هي حاجه صحيه، حاجه صحيه، على الاقل 20 دقيقه هكا، غير غداء ولا عشاء ولا فطور. شغل الكرونو على الاقل 20 دقيقه. سنرى من ياكل سريعا. المكان هادئ كما ترون. فرحة الصائم تزداد في جو هادئ بعيدا عن صخب المدينة. بعد الإفطار وشرب القهوة مع الشمية والزلبية نتوجه مباشرة لمدينة تاغيت لأداء صلاة العشاء والتراويح في المسجد العتيق. أين نحن؟ الآن نحن في تاغيت. لقد تلقينا دعوة من معمر لشرب الشاي. إنها مفاجأة سارة للأصدقاء، ما سيرونهم من هندسة تقليدية تعود لقرون غابرة أكيد ستدهشهم. زيت هود، يلا روح شو تهود، روح شو الورا شو كل شيء خص ديره تراديسيونيل. شوف خاص كل حاجه ديرها تراديسيونيل. هنايا هذا عود تاع المشماش. شو دخلك هنا؟ شو يا سلام، شو الجالية له بخارج، له فرنسا، له اسبانيا، في امريكا، في ايطالي، عالم واحد اخر هنا اسمع عمر. هنا يمرضوا ياك. شوف هذا نخدموه، شوف هذا نخدموه بالفدان. شوف تاع النخله. شوف الدخله شوف الدخله في قصر العتيق. ما شاء الله معمر محافظ على التقاليد، إنسان متميز.
هذا الباب الشمالي فوق صخره. دير لها الى بغيتي. خويا عمر الله يعطيك الصحه، واش تقول كلمه للناس اللي راه تسمع فينا؟ حبيبي اخويا والله غير احنا عندنا غيره اخويا على هذا القصر هذا، وكنصبنا كاع الناس يكون عندها غيره ويتحركوا ويديروا قلب ينوضوا يخدموا هكا. والله صافي بليزير واش تقول لجماعتنا اللي في الجاليه؟ اخويا مرحبا بهم، الجاليه يجيو يزوروا بلادهم، يجيو يشوفوا بلادنا زينه. بلادنا زينه اخويا والله غير عظيم. لا بلادنا جوهره ما كان مروا. منظر جميل جدا هنايا، موقع استراتيجي عند حاج محمد. حاج محمد قايم بدوره حافظ على التقاليد. واش حسيتوا كي دخلتوا هنايا؟ باش راحه وسكينه، تحس بواحد الراحه والسكينه والطمانينه. اسمع نفسيتك تبدل هنا. ما شاء الله ما شاء الله. يا لروعة هذا المكان، قصر مبني بالطوب والصخور وتحيط به واحات النخيل. ما شاء الله، سي مانيفيك وندرفول. هي طريق الكسر على 3 قطعات. كاين 3 قطعات تدخل، كاين تفوت ديريكت من هنا وتطلع تخرج من جهه الجامع. اوه كاميرا قول لي كي جاتك الدعوه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قايم واش تقول لهم استاذ عبد الرحمن؟ واش تقول لهم يجوا حياه طيبه هنايا، حياه التقليديه بسيطه بعيده عن المدينه والبعيده عن راك فاهم. كي تبعد على المدينه وتبعد وتجي لهذه البساطه ترتاح، تحس بالراحه، تحس بالهدوء، تحس وخاصه بلادنا غنيه، عندها اماكن سياحيه روعه. عاد حنا رانا هنا في الليل، في النهار باينه باللي امر اخر. قايم بالواجب سي مانيفيك. خليك اخويا عاود دير قايم. سفيان. تعرفنا ببعض ابناء المنطقه، التقينا بسفيان قائد فرقه موسيقيه محليه دار الحاجه مريامه، ومرحبا بكم عندنا. كاش ديزاكتيفيتي الحياه ناشطه مورا رمضان ان شاء الله باذن الله. واش راكم موجدين لنا كمفاجاه؟ ان شاء الله كما نقولوا كاين بزاف حوايج كاين الموسيقى، كاين بزاف صوالح. هيا غادي نشوفوا معك ريبورتاج ان شاء الله سبيسيال ان شاء الله، وعدنا ندير معك ريبورتاج مع ليكيب ولي ميوزيسيان ان شاء الله باذن الله. الور غادي ان شاء الله نكونوا معكم في الحياه الطيبه لا بيل في ان شاء الله باذن الله. يعطيك الصحه. بريكه ما عندكش ترونسبور؟ ما كانش ترونسبور، عندك اللوطو عندك. ايوا رواح شرباتها والله، رواح شرباتها. القصر شوف القصر، شفت القصر دخلت على القصر قاعد دخلها. يا للكرم، فرصة لدعوة الأصدقاء لشرب الشاي. عبد الرحمن سيلتقي بصديق الدراسة. تعرفها والله غير واحد بغيت نشوفك، نشوف ريحه غير ساعه ولا بغيت تعشى معنا مرحبا. حنا نجيب لك انا جايبين زوالح بغيت تعشى معنا ممكن نفطروا. الله يجزيه، فوتوها مليحه ماشي عمر الله يجعلها حالك ان شاء الله فيك كل يا للذة، كل شيء شهي. هل سنلتزم بنصيحة عبد الرحمن؟ أثناء تغيير الروتين وزيارة الأماكن الجميلة يزداد تدفق الدوبامين، مما يزيد من الشهية ويحسن من الحالة النفسية. هذا تفسير بسيط للصحون الممسوحة للصحة والسياحة. ويمر الوقت سريعا وها نحن عائدون. كانت رحلة عفوية رائعة. مع السلامة تاغيت.